أحلاما وأناسيا كثيرا. ومن آيات الله جل وعلا العظيمة الدالة على قدرته وتصرفه في مخلوقاته سبحانه وتعالى، وأنه الخالق والمتصرف فيها، تصرفه جل وعلا في المطر وإنزال هذا المطر حيث شاء وصرفه عمن يشاء، فقال ولقد صرفناه بينهم، يعني صرف المطر بين خلقه، يمطر هذا البلد يوما وهذا البلد يمنعه يوما وآخر، ويرجع إلى البلد الذي منع من المطر، وهكذا. طيب هذا الأمر لماذا؟ قال ليذكروا، أي ليتذكروا نعمة الله جل وعلا وقت إنزال المطر، فيحمد الله جل وعلا ويلجأ إليه ويذكروه ويتوب إليه عند منعه جل وعلا عنهم، فيكون سببا لرجوعهم إليه ولجوئهم له. وهذه حال المسلم، حال المسلم دائما، إن أعطي شكر وإن منع صبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره له كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. مع وجود هذه النعم، إلا أنه للأسف كثير من الناس لا يبالي بها، بل ويكفر نعمة الله جل وعلا. فعلى المسلم أن يكثر من الاعتبار والاتعاظ، ويكثر من حمد الله وشكره على نعمه العظيمة، ومنها المطر وما يخلفه المطر. نعم. المصيبة شيخنا الكريم أن بعض الناس يركز فقط على ما يعتقد أنه ينقصه، وأيضا هذا من حكمة الله جل وعلا عليه، ويتناسى تلك النعم العظيمة الكبيرة التي تحيط به من كل